اللحظة دي أهلها بيفكروا في الفرح لأن شكلهم هيبقى وحش جدا قدام الناس، فبيسمحوا بنائب معروف جدا إن هو غني اسمه باركس بيواسيهم وبيقولهم أنا لو بنتكم دي كانت خطيبتي كنت عشتها عيشة ملوكي. مش بس كده، ده أنا كنت كمان جبتلها جميع المجوهرات اللي في البلد كلها. أما فيكتوريا بتقوله يا بخت مراتك أكيد سعيدة معاك. قال لا والله أنا إنسان عايش وحيد وكنت خاطب بنت جميلة من فترة ولكن الموت فرقنا، وطلب بإيد فيكتوريا للجواز. وفعلا بيدخلوا على البنت وبيعرفوها تجهز لأن عريسها موجود بالفعل وفرحها هيتم في ميعاده، وباباها بيعرفها إن هي معندهاش اختيار لأن بالشكل ده هيفلس ولازم تتجوز ضروري. ونيجي عند فيكتور اللي عايش تحت الأرض وهو بيحاول يواسي أملي وبيعتذر على كذبه ليها. بيقضوا وقت مع بعض جميل جدا وهما بيعزفوا على البيانو، وفي نفس اللحظة كان جميع الأموات بيستعدوا للاحتفال بمناسبة إن في شخص جديد مات. ويتصدم فيكتور لما يلاقيه هو نفس السواق بتاع باباه ومامته وبيفرح بوجوده جدا، والسواق بيعرف